الناس كلها بتبص على البلوجر اللي بقوا يشتغلوا دلوقتي في الافلام والمسلسلات و... والدنيا كلها بتدعمهم، والفلوس اللي بقت معاهم ملاش اول من اخر. وبقوا شايفين الحاجات الناس اللي هي بتتمسخر، والناس اللي بتعمل اي هلس هي دي اللي بتجيب فلوس، وهي دي واللي يقعد على التيك توك واللي يقعد لايفات وغيره وغيره. هو ده بقى الطريق الاسهل، وهو ده اللي بيجيب فلوس اسرع واحسن. فانا ليه اتعب وليه اشتغل وليه اعمل كل ده؟ انا بس عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا. كل اللي بيحصل ده التمهيد للفتنه الكبرى. اوعى تفتكر ان اللي انت فيه ده عادي. انا عارف ان انت الموضوع صعب، وعارف ان الحياه صعبه، بس هو ده الاختبار الحقيقي. هو ده الاختبار اللي ربنا بيحطك فيه. انت بقى عايز تختار الطريق السهل اللي هيجي منه فلوس لا فيها بركه، ولا هي فلوس حلال، ولا ربنا هيكرمك فيها دنيا ولا اخره، ولا انت عايز ايه؟ ربنا قال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وأنت فاكر إن أنا أقول أنا مؤمن كده حاجة سهلة؟ إن أنا مسلم دي حاجة سهلة؟ لا لا خالص. ده اختبار ولازم تتحط فيه. اصبروا. والله العظيم ثلاثة. الواحد كان في إيده يجيب فلوس من الهوا. مفيش أسهل من الواحد كان يقعد يهلس طول الوقت على السوشيال ميديا، ولكن الواحد دايما بيتقي ربنا، عشان في الآخر انا عايز حياتي اللي بجد. عايز حياتي اللي انا خلقت اصلا من اجلها، بس انا نازل أأدي اختبار زي ما سيدنا ادم ادى الاختبار بتاعه ونجح وكمل في الجنة. انا كمان نازل اعمل ده. احنا كلنا نازلين نعمل ده. ارجوكم ما تستسلموش بسهولة، واتقوا الله، وان شاء الله ربنا هيكرمكم دنيا واخرة. السلام عليكم.